ومش عارف تاكله. الموضوع ده ضغط نفسي مش اي حد يستحمله. وهنا نرجع بقى للجمله المشهوره: اخاف الا اقيم حدود الله. السبب ده يا بنت الناس يخليكي تطلقي شافعي ومالكي وحنبلي. اي حد يقول لك كلام تاني بيجبرك على حاجه من الاثنين: تبقي معقده نفسيا وكلكيعه تمام، يا تنحرفي. امهات كتير يا علاء، انا شفت ده بعينيا وسمعت ده بوداني. امهات كتير بتقول ما احنا عايشين كده طول عمرنا وعادي. هو ايه اللي عادي؟ هم شايفين نفسهم عادي. هو ايه اللي عادي؟ لا، هو انت مش عادي، انت مش عادي، وده بينعكس على سلوكك، ده بينعكس على اعصابك، ده بينعكس على تربيتك لاولادك، ده بينعكس على المايند سيت عندك وطريقه تفكيرك اللي بتنقليها بالتالي لاولادك. صحيح. كل دي انعكاسات، وانت شايفه ان هو عادي وهو مش عادي. وهو مش عادي. هو بتربي بنتك كمان على ان ده العادي وان هي تتقبل ده. انت بتساعديها ان هي يا تعيش ميته معقده نفسيا، يا تعيش ميته، يا اما تنحرف. يا جماعه خلينا نتكلم لوجيك. احنا بني ادمين صح ولا احنا بلاستيك؟ مهما كان عقيدتك وايمانك وكل حاجه يا جماعه، الحاله دي انت لو سنجل، النبي قال لك ايه عليه الصلاه والسلام؟ من استطاع منكم الباءة فلا تزوج من لم يستطع عليه بالصبر. والكلام ده كان للستات كمان، يعني طبعا الستات ما كانش المفروض عليها باءة، لكن اللي ما اتجوزتش تصوم. الكلام ده بالمناسبه اللي واخد باله من الفقه، ان الناس تقول لك ايه هو ليه يا جماعه الدين بيخاطب الرجاله بس؟ يا جماعه الامور ما علينا. طب عايزه اقول حاجه كمان: الامان. بس خليني اسالك، بس الامان من ايه بقى؟ استنى بقى، ما هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك. انا عايزه احس معاك بالامان. انت بتحس علاء كايه؟ او انت بتفهم ايه من الجمله اللي انا قلتها دي؟ لا علاء انا بشخصيتي ولا الرجاله اللي انا بتكلم عنهم؟ خلينا علاء. علاء انا بشخصيتي. يعني انا مقصر في حاجات كتيره جدا جدا. زي ايه؟ يعني انت مش مطمنه على مستقبلنا، مش مطمنه ان انا تمام معاكي او ان انا مكمل معاكي للاخر. انت مش مطمنه ان انا صادق في اي حاجه بعملها معاكي حتى لو بعملها كويس. والكلام ده مهم جدا، ان برضو الناس اللي متجوزين لو يخشوا لنا هنا، ان لو الست مش مطمنه حتى لو انت كويس معاها وزي الفل، هي برضو ممكن تكون مش مطمنه لك. علاء انا مش حاسه معاك بامان. طب عاوز ايه وانا اعمله؟ ايه اللي ناقص؟ بالظبط. لو مهتم اعرف لوحدك. لا هنا بقى اطلقك بقى. بصوا بقى الجمله دي اكتر جمله ما بحبش اسمعها في حياتي. هو ده اللي انا عايزه اقوله على فكره، ان ما تسهلوها يا جماعه اتكلموا. يعني والله ربنا مديكم لسان الكلام. سهليها عليه عشان ربنا يسهلها له هو كمان، وانت سهلها عليا عشان نعرف نعيش حياتنا العمر قصير.